السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم تامر الصبري مفسر الأحلام على قناة علم الإمام المهدي. حلقة اليوم بتاريخ 7/12/2022. إن شاء الله الحلقة هتكون صغيرة. هتكلم على مجموعة رؤى جات لي على الواتس على الخاص. كل الرؤى جديدة. في رؤية بتاريخ 5/12/2022. يا ريت تعملوا إعجاب على هذا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من محبي الإمام المهدي والباحثين عن الإمام المهدي. أول رؤية صاحبها بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرؤية كانت تاريخ 11/5/1444 هجري، 5/12/2022. بيقول: دعوت برؤية تخص الدابة والمهدي. سمعت صوت يخبر عن أحد العلماء من السلف، وهو يقول: المهدي لا يأتي وهو متباهيا. يعني المهدي جاي هيجي مش هيكون متباهي. مكان النقط بعد الكلمات كان هناك كلام آخر، اللي هي بعد متباهيا كان هناك كلام آخر، ولكن لم أركز إلا على الكلمات التي وضعتها. فهمت أن المهدي لا يأتي وهو يحاول يظهر أو يبين أو يلمح لنفسه كما يفعله المدعيين. وده الكلام ده قلنا إن الإمام المهدي ما بيلمحش لنفسه وما بيبعتش صورة إيديه ورجليه. وعندما كان الصوت يخبر عن العالم السلفي، يغلب الظن كان هذا العالم الجليل هو الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولكنني لست متأكدا هل هو أو لا. انتهت الرؤية. في رؤية جات لي على الواتس على الخاص. صاحب الرؤية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية رأيته في رمضان عام 2019 بين النوم واليقظة إني نائم أمام العرش، ويد الله الأعلى تطيبني بتلميس لطيف متحرك. رأيت ذلك ونمت هناك. كنت أشعر بالضيق واقعا في ذلك اليوم، وظللت أسبح لحين الحدوث، وكان من أجمل ما يمكن أن يحدث في حياتي أو يرى. رأيت بين النوم واليقظة، رأيت أني نائم، لكن هذه المرة على ميمنة العرش الأعلى، وكانت يد الله العليا تملس علي مطيبة ومطمئنة، وأذهب في النوم واستيقظ معافي ونشيط وقوي ومحقون. يعني عنده اتحقن حقن نوراني يدوم. بقول: رأيت بين النوم واليقظة إني أمام العرش الأعلى كتمثال أبو الهول بنفس عادته، لكن بشري وبرأسي سبحان الله، ويد الله تملس علي بطيبها، وكنت أنظر مسرورا. طبعا أبو الهول هنا قلنا برضك يرمز الإمام المهدي. بيقول: رأيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أمام مرآة كبيرة في بيتي أثناء نومي، فاستيقظت ومددت يدي إليه بشوق وحب، وقال: هاتف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدت للنوم. والمرآة هنا بترمز إن هو بيمشي على خطى الحبيب. بيقول: رأيته من 7 أشهر تقريبا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي بين النوم واليقظة، ومعه ملائكة من نور، وكان نورا كبشر، وهو أوسطهم وأقدمهم وأكثرهم هالة نورانية، وقال: هاتف لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا صاحب الرؤية هنا ربنا يبارك له بيشوف رؤى نورانية. في رؤية جات لي من أخت بتقول: وما توفيقي إلا بالله. هذه الرؤية رأيتها من أسبوع تقريبا ولم أنشرها، لكنها تكررت البارحة مع أحداث أخرى كأنه ارتباط بينهم. بتقول: سأكتب الرؤية الأولى التي كانت منذ أسبوع. تقول: رأيت رجل يجلس فوق الماء فوق البحر، والرسول متجه إلى السماء. رأيته من وراءه، أي من قفاه، شافته من ظهره. كان بملامح الذي قام بدور سيدنا يوسف في مسلسل يوسف الصديق. كان يقرأ سورة الأنعام بصوت جهوري. سمعت الصوت يقول: سيخرج بها 7 من بعد 7، هيقصد سورة الأنعام. انتهت الرؤية. بتقول: البارح قرأت سورة الأنعام. بتقول: أنا بقرأ القرآن بحدسي، يعني اللي يجي في دماغي أقرأه وليس لي شيء. يعني أي سورة بتيجي في دماغي بتقراها. أقرأ ليس لي شيء معين يومي إلا ياسين، فأنا عشقه، وسورة الرحمن. غير كده بقرأ اللي بيجي في بالي. المهم قرأتها، بعدين شغلتها ونمت. شفت في السماء 7 أحصنة بيضاء بأجنحة يحملون سيوف بيضاء من نور. كانوا 6 رجال وامرأة، وسطهم هم بيض كلهم، وهي تلبس أخضر، وهم على جبينهم اسم الله، وهي على جبينها نور الله. تقول: نظرت للسماء رأيت 7 نجوم مشعة
ما شاء الله كانت النجوم فوقهم متشكلة كالغمام، بعدها رأيت النجوم نزلت وكل نجمة أصبحت في صدر أحدهما. لكن الغريب المرأة كان معاها 3 رجال نجومهم فيها مزج بالأخضر مع بياض نور، والثلاث الآخرين كان لونهم أبيض. انتهت الرؤية. طبعا هنا الرؤية بتشير إن هي بتتبع أحداث الزمان، وال7 أحصنة بترمز لل7 علماء، وطبعا هيكونوا 6 رجالة وامرأة. وأنا جات لي من حوالي سنة بالظبط في أخت من الجزائر كانت بترسل لي رؤى، والله أعلى وأعلم كان جاي لنا برضك رؤية ب7 رجالة وامرأة، والله أعلى وأعلم. آخر رؤية معايا على الفيديو، الرؤية دي مهمة مهمة مهمة، رؤية عظيمة مبشرة. الرؤية دي بتاريخ 7/9/2013. صاحب الرؤية بيقول: رأيت المهدي يخطب في الحرم النبوي وهو يذكر الناس بآيات من سورة الحج، إلا إني لم أتعرف عليه. ثم أراد أن يكشف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والقبر بيرمز للأسرار لسبب ما، ليري الناس آية، بيوري الناس آية، أو لسبب ما، فكشفه هو ورجل معه، وأنا أسمع صوت جموع كثيرة من البشر تهلل. واستخرج شيء ملفوف كالجنازة إلا إنه مستدير، فحمله حتى وضعه في حوض سيارة نقل، والجموع الكثيرة لها صوت عظيم. ففتح اللفافة البيضاء فظهر كأنه عمل سحر ملفوف في سجاد أحمر اللون، فتح السجاد وقام من داخله خروف حي يمشي. ثم عاد الرجل الذي مع المهدي لقبر الرسول طلع وأنا أنظر، فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم مضطجع في القبر، باين منه جزء من صدره ورأسه ومنكبه ويده، وهو يقول: غطوني، يريد أن يستر القبر أو يستر القبر. وكان لون بشرته أبيض ووجهه شبه مستدير في غاية الجمال كأنه البدر، وشعر رأسه يلامس منكبه، ليس ناعم ولا خشن، كأنه شعر رجل في 60، غير أن الشيب لا يغطيه ولا كذلك السواد، ولحيته تشبه شعر رأسه وليست طويلة ولا خفيفة، وفيها شيء من الاستدارة، وعليها بردة كبردة القدماء يظهر منها طرفها على منكبه. ثم رأيت امرأة عجوز تلقي في قبرها أدوات شخصية يستخدمها القدماء، ثم غطى القبر، ثم أطلع الشاب والعجوز أنظر معهم من مكان آخر فالقبر، وظهر الرسول صلى الله عليه وسلم والقبر في ماء، ولا يظهر منه إلا شيء من صدره ورأسه، وهو يقول: سنجتمع كلنا في أرض المحشر بعد 12 شهرا. ففهم الشاب مراده وقال للعجوز: الملحمة الكبرى بعد 12 شهر. والله أعلى وأعلم. الرؤية كانت بتاريخ 7/9/2013، واللبيب بالإشارة يفهم. طبعا الرؤية دي بتتحدث عن الملاحم، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حق. أنا كده انتهيت من حلقة اليوم. أي أخ أو أخت عنده رؤية تخص الإمام المهدي أو علوم آخر الزمان يبعتها لي على الواتس، ورقم الواتس أمام حضراتكم. إذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنسونيش بإعجاب وتعليق ومشاركة الفيديوهات على السوشيال ميديا وعلى الواتس وعلى التليجرام. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.